حبايبي يا رب تكونوا بخير وسلام من أي مكان في العالم بتشوفوني وتسمعوني وتتابعوني منه. أنا اسمي ابتهاج سيد ودي القناة بتاعتي، يا ريت تدخلوا وتشرفوني. هنعمل مع بعض النهاردة أوردر ورق عنب. هو الأوردر كبير شوية علشان مناسبة خطوبة. ألف مبروك للعروسين وربنا يكمل على خير. تعالوا ندخل الفيديو ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة فرمنا كمية كبيرة أوي من البصل وجزأناها على حلتين، حطينا جزء هنا وجزء هنا، بس حطينا الجزء الأكتر في الحلة الكبيرة علشان دي هننزل عليها باللحمة المفرومة عشان هنعصق فيها اللحمة. والجزء التاني بقى هو اللي هنعمل فيه الدقية أو الصلصة أو التقلية بتاعة المحشي، يعني زي ما انتوا بتسموها. أول حاجة بقى مسكنا الكمية الأولانية اللي في الحلة الكبيرة، بعد ما البصل شرب المَيّة بتاعته نزلنا عليه باللحمة، وسِبناهم بقى لحد ما شربوا المَيّة بتاعتهم خالص، وبعد ما البصلة بتاعة التقلية شربت المَيّة بتاعتها، نزلنا عليها بمعلقتين 3 سمنة بلدي أو زبدة زي ما تحبي، وأنا كمان باحط من عندي دهون ضاني بتدّي طعم حلو أوي للأكل. وبعدين قعدنا حمّرنا البصلة، بعد ما البصلة حمّرت معانا شوية كده، نزلنا بالتوم المفروم عليها. ندّيها كده تقلبتين 3 لحد ما البصل كده والتوم ياخدوا لون حلو كده مع بعضهم، و نيجي بقى للحلة اللي فيها اللحمة المفرومة. بعد ما اللحمة المفرومة والبصل شربوا المَيّة بتاعتهم، هنيجي بقى نمسك شوية الخضار الحلوين دول، فلفل أحمر وأخضر وأصفر، يعني فلفل ألوان على حسب ما موجود عندِك، وشوية جزر حلوين، وحوالي من 3 طماطميات، وشوية فصوص توم، يعني كده شوية معقولين يعني. هناخد كل ده mix في الكبة، وهنيجي بقى هنقسمهم على الحلتين، هنحط شوية على البصلة اللي بالتوم، وشوية على البصلة اللي بتعصّج فيها اللحمة المفرومة. أهو بعد ما تاخدوا mix كده، وخلّي بالكم أنا مش طاحنة الطماطم أوي، أنا مخلّياها إيه قطع كده كويسة يعني، مش مخلّياها عصير. حطينا جزء هنا وجزء هنا. ومن الخطوة دي بقى كل حاجة هنحطها في الحلة دي هنعمل زيها ونحط زيها بالضبط في الحلة التانية، يعني أي توابل ولا بهارات أو أي حاجة هتتقسم على الحلتين. هنمسك بقى بعد ما البصل والتوم خدوا لون حلو كده بالسمنة بتاعته، هننزل بقى بالطماطم بقى تدريجيًا، علبة الطماطم دي الكبيرة، وكمان في البرطمانات الصغيرة دي حلوة أوي، يعني بتبقى مبهرة بتبقى جميلة. ودي بقى 3، 4 معالق صلصة، دي من عندي بقى أنا علشان يعني تعزّز اللون. وبعدين نسيب بقى اللحمة تتعصّج على الناحية التانية وإحنا شغّالين دلوقتي في الدقة. بعد كده ما الطماطم كل ما الطماطم تشرب كده يعني تتعصّج شوية وتشرب السوائل بتاعتها شوية، ننزل بقى ببقية الطماطم التانية علشان إيه، يعني نسويها كده تدريجيًا، ما نخلّيهاش كده مليانة أوي، الحلة مليانة أوي وتفور وتتبهدل مننا. كل شوية هننزل بشوية طماطم لحد ما كمية الطماطم بتاعتنا تخلص، وفي نفس الوقت التقلية بتاعتنا تتسبك كويس. دلوقتي نقلبها كده شوية، وجبنا بقى شوية طماطم، دي بقى شوية طماطم على شوية توم مفرومين، وحطيناهم على الصلصة، وقلبنا كده تقليبة كويسة. هنيجي بقى ننزل بالبهارات والتوابل بتاعتنا اللي في العلبة ديّة، مرقة طعم اللحمة، بس أنا باحب المرقة بتاعتي اللي في الكيس الصغير اللي أنا حطيتها دي، وعليها بقى معلقة سكر عشان تعدّل الحموضة، وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وكمون وفلفل أبيض وبهارات لحمة ومرقة لحمة وشوية ملح حلوين. وكمان لو عندِك مرقة خضار ممكن تحطيها، وشوية توم مفروم كده تكوني حاطاهم على جنب، تنزّليهم على الصلصة بتاعتِك علشان تدّيها التوم الني ده بيدّي طعم حلو أوي للصلصة. بعد ما حطيناهم كده وقلّبنا كده تقليبة كويسة، هنيجي بقى للحمة اللي إحنا بنعصّجها، هنحط نفس البهارات هي على اللحمة المعصّجة، الأول نحط معلقتين 3 زبدة أو سمنة بلدي، وبعدين هنحط شوية زيت حلوين كده، وننزل بقى بنفس البهارات اللي حطيناها،
وبعدين بعد ما تتعصّج معانا كده اللحمة كويس أوي، هنمسك بقى إيه، نعمل زي دمج كده. يعني إيه دمج بقى؟ هنمسك معلقتين من اللحمة المفرومة هنحطهم على التقلية، ونمسك معلقتين من التقلية هنحطهم على اللحمة المفرومة، علشان الطعم كله يبقى واخد من بعضه والطعم كله يبقى زي بعض، تمام؟ وبعدين بعد ما كده خلصت معانا التقلية وخلصت معانا اللحمة المفرومة، هنكون غاسلين الرز كويس جدًا ومصفيينه أوي، وبعدين هنيجي بقى نحط بقى شوية من الرز على اللحمة المفرومة، وبعدين ننزل عليهم بالتقلية تدريجيًا. شايفين هنا التقلية أهي اتسبكت، تعرفيها اتسبكت لمّا تتخن كده وتبتدي تفضفض منِّك، وبعدين تبقى عاملة من فوق زي إيه، وِش سمنة كده، كده معناها إن التقلية بتاعتِك اتسبكت وبقيت تمام. هنيجي بقى بعد ما غسلنا الرز كويس هنحطه على اللحمة المفرومة، وشوية من اللحمة المفرومة وشوية من الرز وشوية من التقلية، لحد ما نقلب كده تقليبة حلوة، وبعدين نكون محضرين بقى ورق العنب بتاعنا، هنطلعه من البرطمانات. أنا ما لقيناش الفريش يعني، فبنجيبه اللي هو مخزن في البرطمانات. في نوع معين أنا باحبه، رغم برضه لقيت البرطمان فيه الورق بتاعه مشكِّل شوية، بس مش مشكلة يعني عدّيناها. هنيجي بقى بعد ما حطينا الرز أهو على اللحمة المفرومة وقلّبنا، بنقلّب بنحط شوية، شوية ونقلّب عشان الكمية كبيرة، طبعًا الحلة ما كفتش هاغيّرهم في حلة تاني أكبر بطبق بقى، لإن الكمية كبيرة ومش هينفع الكُبشة ولا المعلقة ولا الكلام ده كلّه، فبطبق بقى واحط شوية صلصة واقلّب، احط شوية صلصة واقلّب. هننقلهم طبعًا، لقيت الموضوع مش قادرة أسيطر عليه، فاحطهم في حلة كبيرة علشان أعرف أقلّب عشان كلّه يتشرّب من التقلية واللحمة المفرومة والرز. بعد ما قلّبت تقليبة حلوة كده، باحط جزء من هنا وجزء من هنا أهو زي ما أنتم شايفين، وبعدين بقى جِبت بقى الخضرة اللي كنا محضّرينها سوا، وبعدين إيه، نزلت عليهم بالخضرة. دي الكمية دي أنا عملت معايا صينيتين بس، يعني تاني يوم أنا عملت نفس الكمية للصينيتين التانيين، الكمية بتاعة اللحمة المفرومة والرز، أمّا الصلصة فهي كفّت الكمية كلّها. أنتِ تعملي كده شوية، شوية لو أنتِ هتعملي order كبير عشان الخلطة تبقى يعني فريش معاكِ، اللي هي كزبرة مجففة وبقدونس مجفف ونعناع مجفف، هاحطهم كده واخلطهم خليطة حلوة، وبعدين أكون محضرة شوية الخضار دُولة المفرومين عشان برضه يعملوا كده فريش كده للخضار بتاعنا اللي هو بصل وفلفل وجزر. ويعني وشوية توم أفرمهم كده فرمة كلّهم على بعضهم وأزوّد على الرز. زي ما قُلت لكم دي الخضرة اللي كنا محضّرينها سوا، وكمان جِبنا عليها ربطة نعناع، النعناع أنا مش باخزّنه مع الخضرة، لإن خلّي بالكم الخضرة ديّة إحنا كنا غاسلينها بخَل، لكن لو أنتِ حطّيتِ النعناع في الخَل هيزرّق معاكِ وهيبقى طعمه مش حلو، لكن الخضرة ما فيهاش مشكلة هي أمّا تتغسل بخَل. إحنا حطّينا الخضرة بقى كلّها كده ونقلِّب بقى تقليبة حلوة علشان كل الخضرة بتاعتنا توصل للمكونات بتاعتنا كلّها، وتبقى الطعم كلّه واحد، مش حتّة فيها خضرة وحتّة لأ. هنقلِّب بقى كده كلّه كويس، وهنحط بقى شوية بهارات وتوابل تاني على الخضرة، دي شوية نعناع، ربطة نعناع أخضر قطّعناها عليها، وبعدين بقى نحط البهارات والتوابل اللي إحنا حطيناها في الصلصة وعلى اللحمة، هنحطها تاني على الرز، بس نزيد عليها شوية شطة وشوية بابريكا كده وشوية ملح حلوين علشان تعزّز اللون معانا. خلّي بالكم الملح على حسب الكمية، لإن أنا عاملة كمية كبيرة، وكمان هنحط شوية زيت كده عشان يدّي للخلطة لمعة ويخلّيها إيه، حلوة معانا. نحضّر بقى البرطمانات بتاعتنا
هنطلّع ورق العنب من البرطمان ونضيف عليه شوية مَيّة سخنين علشان ينضف من المحلول اللي كان متخزّن فيه، ونسيبه شوية لحد ما نقطّع بقى شوية الفلفل الرومي دُولة أصفر وأحمر وأخضر على حسب الألوان الموجودة عندِك، وشوية بصل وشوية طماطم هنقطّعهم طرنشات علشان نحطّهم في الصينية من تحت، بس قبل ما نحطّهم بقى هنفرش الصينية بتاعتنا بورق فويل علشان الورق العنب أنا هاسويه في الفرن وهياخد وقت كبير في الفرن عشان ما يلزقش ولا يتحرق من تحت ولا نخسر أي حاجة، فأنا هاحط ورق فويل تحت الصينية قبل ما أحط الخلطة، وبعدين أحط الخلطة بقى وأعمل عليها بقى صوابع ورق العنب وأبتدي أرُص عليها. وطلّعنا ورق العنب بعد ما سِبناه 3، 4 دقايق في المَيّة السخنة، حطيناه في المصفى عشان يتصفى كويس، وحضّرنا بقى صينية أو بلانشة على حسب الموجود عندِك، ورصينا عليها ورق العنب من الناحية اللي أنتِ هترُصّي عليها، اللي أنتِ هتلفّي عليها، يعني الناحية الخشنة قدّامِك والناحية الناعمة من تحت، علشان الناحية الخشنة تحُطّي عليها الرز، والناحية الناعمة هي اللي هتاخد شكل ورق العنب من برّه. وبعدين أنا جرّبت هنا كذا طريقة، اللي هي على البلانشة واللي بالقلم الرصاص والكيس، بس بصراحة أكتر حاجة ريّحتني اللي هي على إيدي، وأنتِ براحتك يعني الحاجة اللي ترتاحي فيها يعني تعملي بيها. أنتِ وأنتِ بتلفّي ورق العنب تحطّي كمية كده مناسبة على قد الورقة، سواء الورقة صغيرة أو كبيرة، شوية من الرز مناسبين، وبعدين تتنيها أول تانية، وتتنيها تاني تانية، وبعدين بقى تبتدي تلمّي الجوانب، وأنتِ بتلمّي الجوانب بصابعِك كده تدوسي على الورقة، وبإيدِك بال4 صوابع التانيين تزُقّي لورا، يعني تبقي زاقة كده لورا وبعدين تردّيها تاني لقدّام، على أساس يعني إن الورقة تكون متحكمة في شوية الرز اللي جواها. وهاسيبكم مع الفيديو وآجي بقى أشوفكم عند موضوع السِوَى عشان في كام تركاية كده تخلّي بالكم منها. على ورق الفل دلعني ما احملش الذل ده يعني على ورق الفل دلعني ما احملش الذل ده يعني على ورق الفل دلعني ما احملش الذل ده يعني على ورق الفل دلعني ما احملش
بعد بقى ما خلصنا صينية، يعني الصينية دي خدت برطمانين من ورق العنب، بقينا ندهن كده دهنة زيت بسيطة ونقفل الصينية كويس ونشيلها في التلاجة لحد ما نيجي ونسويها. بعد ما خلصنا كده الكمية كلها، نيجي بقى عشان نسويها نطلع ورق العنب من التلاجة علشان ياخد الحرارة بتاعة الغرفة يعني، وبعدين أكون مجهزة الشوربة بتاعتي. طبعا الشوربة سخنة، الشوربة دي شوربة لحمة، وأنا حاطة فيها معلقتين 3 من التقلية بتاعة ورق العنب بتاعة الخلطة، وكمان حاطة فيها حوالي من 5-6 معالق لحمة مفرومة اللي هي متعصجة معانا. اللحمة المفرومة هنا عطت تيست عالي قوي للشوربة وعطت طعمه جميل جدا، حتى شكله من فوق كده باللحمة المفرومة كان شكله جميل جدا. وبعد ما زدنا الشوربة لحمة مفرومة ومعلقتين 3 من التقلية بتاعة التخديعة، وزدنا عليهم شوية ملح حلوين، سخّنا الشوربة كويس وزدنا بيها ورق العنب، زي ما أنتم عارفين سِبنا الصف الأخير باين، يعني المَيّة تشوفيها تحت الصف الأولاني، وحطينا أطباق علشان ما يفُكِّش معانا، وقفّلنا التقفيلة الحلوة ديّة، وشغّلنا الفرن على 450 وحطيناه بقى جوّه الفرن. أثناء التسوية بقى كل شوية تديّري الصينية تلفّيها كده، وبعدين قبل ما أول ما تعملي تيست تلاقيه خلاص استوى، تروحي بقى عصرة حوالي من عصرة ليمونة كده، مع حوالي من ليمونة كاملة، وتدهنيه بقى بشوية زبدة أو سمنة بلدي، وتطلّعيه وتكمريه تاني علشان يطرى معاكِ والوش ما ينشفش ولا شكل ورق العنب يتغيّر من الهوا. دي الصينية التانية دينا بنجهّزها، أنا كنت باجهّز صينية قبل ما أحطها مباشرةً جوّه الفرن، ما تحطّيش الشوربة وتسيبيها من برّه، لأ، تحطّي الشوربة قبل ما تحطّيها مباشرةً جوّه الفرن، وهنشوف شكله في الآخر هيبقى إيه. لبايش يا قاصة عندنا فرح واتناصر يا ابو اللبايش يا قاصة عندنا فرح واتناصر يا ابو اللبايش يا قاصة عندنا فرح واتناصر
إيه رأيكم بقى في ورق العنب بتاعنا؟ شايفين اللحمة المفرومة على الوش جميلة إزاي؟ أمّا الطبق التاني الصف التاني كده بيلمع وشكله جميل جدًا. كمان خلّي بالنا ولا في واحد صابع مفكوك ولا مثلًا الرز طالع منه ولا أي حاجة، وده كمان علشان إحنا لافينه كويس، مش مخلّيينه كده طري الصابع، وحاجة تاني لمّا نيجي نرص الصينية نحط الصابع على الناحية التقفيلة بتاعة الورقة، ما نحطّهوش مثلًا بالمقلوب ونخلّي التقفيلة من فوق وتبقى شكلها مشرشر كده من فوق والرز ممكن يفتح ويطلع منها. لكن بالطريقة ديّة وبالرصة دي جرّبي كذا رصة اللي هي أربعات، أربعات أو اللي هي بالطول كده، كُلّه هيبقى شكله حلو وجميل. جرّبيه وقولي لي وإن شاء الله هيعجبكم، وأنا أوعدكم كل ما ييجي order كده والّا حاجة نعمله مع بعضينا، علشان نتعلّم مع بعض إزاي نعمل حاجة بكميات كبيرة. أنتِ برضه لو عايزة كميات قليلة هتقدري تعملي بنفس التكنيك والحاجات دي كلّها بكمية قليلة. وكل سنة وأنتم طيبين وألف مبروك للعروسين وأشوفكم الفيديوهات الجاية. باي باي.